أن للقلوب المحبة أن تعرف طعم الراحة حتى يستريح من سكن حبهم هذه القلوب. الصديق يا أخوانا والله الذي لا إله غيره مهما أوتيت من فصاحة لسان وبلاغة بيان وعظيم أسلوب وتبيان لم ولن أوفي الصديق حقه أبدا ببيان، ولو أتيت بكل مفردات اللغة من معاني الحب والوفاء والإخلاص والصحبة والصدق والمروءة والشهامة والرجولة إلى غيرها من هذه المترادفات، ورب الكعبة لن أوفي الصديق حقه. كيف وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. الله أكبر. يطلع بعد كده قزم بقى، قزم ينال من الصديق، يطلع بعد كده رجل نجس ينال من هذا الطاهر العف الذي يقول في حقه المصطفى هذه الكلمات: صديق الأمة، صديق الأكبر، الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة كلها، رضي الله عنه وأرضاه، رفيق النبي في الأسفار، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، ورفيقه إن شاء الله تعالى في الجنة بموعود النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الصديق اسمع، بقول: فرميت ببصري فإذا أنا بصخرة وقد بقي لها أثر ظل، فسويته وفرشته وقلت: اضطجع يا نبي الله، يعني نم يا رسول الله، نم يا رسول الله. فاضطجع المصطفى. طب يلا يا صديق ريح لك شوية. لا 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 لا، مش ممكن. قال: ثم قمت أنظر هل أدركنا أحد من الطلب. يا الله، لسه خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. حد حصلنا؟ فضل يمشي يلف في الصحر يدور، يطلع على جبل، ينزل وادي، ينظر. قال: فرأيت راعي غنم يسوق غنمه يقصد الصخرة يريد منها ما أردنا، يعني بيدور على مكان ظل. قال: فذهبت إليه وقلت: يا غلام لمن أنت؟ قال: لرجل من مكة ذكره لي أو سماه لي فعرفته. والصديق كان نسابة، الصديق كان نسابة يعرف الأنساب. قال: ذكر لي أن الأغنام لرجل من مكة سماه لي فعرفته. الصديق بيقول له إيه؟ هل عندك من لبن؟ عندك لبن؟ في شاة عندك فيها لبن؟ قال: نعم. قال الصديق: فهل أنت حالب لنا؟ فقال الرجل أو الراعي: نعم. قال الصديق: فأمرته فاعتقل شاة، اعتقل شاة أي قيدها، وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. مش ممكن يا إخواننا، والله مش ممكن أبدا هذه المفردات للحب. وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه هكذا، وضرب كفا بكف، الحديث في الصحيحين في حديث الهجرة الطويل. وأمرته أن يضرب كفيه أو يديه كفا بكف. قال: ثم حلب لي كثبة من لبن، كثبة من لبن أي قليلا من اللبن. اسمع الصديق بيقول إيه؟ بيقول: وكنت قد اتخذت للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة وجعلت على فمها خرقة، يعني جاب حاجة كده زي القارورة أو زي الإزازة، وربط فم الإزازة دي أو فم القربة دي بخرقة، يعني بقطعة قماش. طيب خلاص كفاية كده، والله العظيم وفيت وفيت وفيت. لا، اللبن سخن، سخن جدا، صحراء، حر، نازل اللبن من الضرع ساخن. طب الصديق، طب خلاص مش ممكن أبدا. هل يعقل أن يفكر الصديق في هذا الموقف في تبريد اللبن لرسول الله؟ يا الله يا الله. يقول: فجعلت أصب على اللبن حتى برد أسفله. قعد يصب مية على الإداوة اللي عاملها دي عشان يبرد أسفل اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برد أسفله. يا الله. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوافيت رسول الله قد استيقظ. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ غفوة كده واستيقظ من النوم، والصديق عمال يجري يدور على لبن، يبحث عن الطلب، حد حصلهم من المطاردين ولا لا؟ مش ممكن. الله أكبر. قال: فوافيت رسول الله قد استيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله. الله أكبر. قال: فشرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلمة دي، والله تخلي بالك منها قوي، والله تكتب بماء العين. قال: قلت: اشرب يا رسول الله. قال الصديق: فشرب رسول الله حتى رضيت. الله
حتى رضيت، أي حتى رضي الصديق إلى أن النبي شبع من الشراب. ثم قلت، الصديق بقول له: هل آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: آن الرحيل يا أبا بكر. الله على الحب، الله على الحب. احنا حبايب النبي يا مولانا، ماشي على راسي. ايه الدليل؟ ما البرهان حبيبي في الله؟ حبك اتباع، امتثال لأمر الحبيب، اجتناب لنهي الحبيب، وقوف عند الحدود التي حدها الحبيب، تخلق بأخلاق الحبيب، اتباع لسنة الحبيب، ذب عن شريعة الحبيب، اقتفاء به صلى الله عليه وسلم، ورد متكامل يومي في الصلاة والسلام عليه. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. احنا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدليل؟ أين الاتباع؟ أين الأخلاق؟ أين السلوك؟ الله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني أي فاتبعوا المصطفى، فاتبعوني يحببكم الله.